السلام عليكم ومرحبا بكم. بعد ما شاركت معكم فيديوهات على فيديو قبل الاستعمال ديال ماكينه الماء، شنو خاصك دير من الاول حتى الاخر، وكيفاش تقاد مستوى الملمع باش ما يبقاش يخرج لكم الماء المضببين، وكيفاش نشوفوا الاعطال ديالها، اي بوله شعلات شنو هو العطل ديالها حتى هو راه شاركته معكم، كيفاش تنظفوا. اليوم بغيت نشارك معكم التجربه ديالي من بعد هاد المده اللي جربتها 3 شهور، واش كتستاهل، واش شحال هما المصاريف ديالها، واش فيها المصاريف بزاف، واش كطلب الملحه بزاف، واش كطلب ملمع بزاف، واش كنخسر عليها بزاف ديال الفلوس، وكيفاش نحافظ عليها، واش كتخرج الماء مزيان، واش هذوك المزايا اللي فيها فعلا فيها ولا غير كاتبينها وصافي. والخلاصه واش تشريوها، واش كنصحكم تشريوها ولا لا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واذا كنتو شريتوها ولا شريتو شي وحده من الفئه السعريه ديالها راهما تقريبا بحال غنحط لكم في وصف الفيديو كاع الفيديوهات اللي حطيتهم، وان شاء الله ينالوا اعجابكم. اول حاجه نبدا لكم باهم حاجه كيتسولوا عليها الناس، هو المصاريف ديالها، يعني شحال كطلب من مرة الملحه. انا بالنسبه ليا، حيت انا ساكنه في واحد المدينه فيها الكركير طالع بزاف، فانا المستوى ديال العسر ما درت اعلى مستوى، فبالتالي راه كتاخذ الملحه بزاف، فكطلب ليا مره في الشهر الملحه. كتاخذ ملحه كيلو، هذه فيها 2 كيلو، كنشريها ب 38 درهم، وكتاخذ ليا شهرين. من الاحسن تشريوها من الهري، لان في مرجان دايره 84 درهم هذه نفسها، ولا تقدروا تشريو شي ماركات وحدين اخرين، هي هذه اللي كتكون كلشي تيقول عليها انها الافضل. وبالنسبه للملمع، فشريت نفس الماركه فينيش، حيت هي اللي كيعاودوا عليها مزيانه، ب 45 درهم من عند الهري، وطبيعه الحال في المرجان تتكون اعلى، وكتطلبها ليا كل مره كل 25 يوم. اهم حاجه هو انكم تنتبهوا ليه انه ما تشريوش الجيل، حيت كاين الجيل وكاين الملمع. هذا تيكون سائل تيدير في بلاصه الملمع، الجيل كيدير في بلاصه الصابون، واذا غلطتوا ودرتوه حيدوه بالسرنج، ما تخدموش لانه كيخسر الماكينه. ودابا هو 3 شهور هو عندي، دابا وصل لي تقريبا النص، يعني ممكن يدوز لكم حتى 6 شهور. وبالنسبه للمنظف باش تكونوا مرتاحين، ما تبقاوش تنظفوا مثلا كل شويه، هذا كيدار كل 3 شهور تقريبا، داير ما بين 25 درهم 35 درهم على حسب كل واحد وكيفاش كيبيعوا. يعني حنا نقول لكم اقصى حاجه يعني 35 درهم. وبالنسبه للكبسولات، طبيعه الحال كل واحد شنو كيدير. انا شريت هادو تقريبا ما عقلتش واش 95 ولا 98، حنا نديروا لهم 100 درهم، وراه دابا 3 شهور تقريبا وصلوا ليا النص، اذا راه يقدر يدوزو حتى 6 شهور، فتجيني تقريبا المصاريف ديالها الشهريه تقريبا 54 درهم. ولكن طبعا كما قلت لكم هادشي انا حيت دايره عسر الماء عالي، فكاين اللي يكون داير عسر الماء قليل غتطلب ليه الملحه مره في 3 شهور ولا مره في كاع في 4 شهور، وعاوتاني الملمع تا هو على حسب مستوى الملمع اللي داير. وفي نفس الوقت راه على حسب عدد الغسلات، واش كتغسل مره في النهار ولا 2 مرات، حتى هو كيلعب دور. بالنسبه للاستهلاك ديال الماء والضوء، ما شفنا حتى شي اختلاف، ما كاين حتى شي اختلاف نهائيا. انا كنت كنقول زعما في الضوء بعدا غادي نحسوا بالاختلاف، الساعه صراحه ما حسيناش نهائيا بالاختلاف. والماء طبيعه الحال راه يكون اصلا قل، لان في غسيل الماء على العاده راه كنخسروا بزاف ديال الماء، هما هنايا راه في الماكينه راه ما كيتغسلش بزاف، يعني ما كيتخسرش بزاف ديال الماء. دابا ندوزو لمرحله واش هي كتنقي مزيان، واش كتخرج الماعن مزيان. بالنسبه للماعن صراحه كتخرجهم مزيان ديال بصح، وشحال من واحد مثلا اللي كيقول لك كتخرج ليا مضببين ولا شي حاجه، مجرد ما كيقاد ليها المستوى ديال الملمع صافي كتقاد، يعني صراحه كتخرج الماعن كيشعلو مزيان، باستثناء عندها استثناء واحد، هو الطناجر اللي مثلا اللي كيكونوا محروقين. مثلا اللي كانت الطنجره محروقه، من هنا غنوريها لكم، فبالتالي راه ما كتخرجش مزيان، كتخرج نهائيا. وحتى الا حيداتها تحيد واحد شويه كتخلي الطبايع. واذا كانت مثلا شي كاسرونه محروقه ولا شي حاجه حتى هي من برا ديالها ولا فيها سميتو ما كتخرج، بخلاف مثلا ماكينه انا كنقارنها بواحد الماكينه ديال الام ديالي كانت عندها قديمه ويربول، كندخلوا ليها مثلا الطنجره يعني محروقه لاصق فيها الماكله لاصقه، يعني محروقه ديال بصح، وتتخرجها كتشعل ما فيهاش حتى دوك الضبابات الصغارين ما كتكونش فيهم، يعني كتخرجها كتشعل. فانا بغيت نوريكم هذه القضيه باش تكونوا عارفينها بالضبط، لان انا يقدر يكون شي واحد يستخدم طناجر هما الاهم علاش باغي يشري الماكينه د الماعن، ويقدر يكون السبب من البرودوي. ما صراحه مازال ما جربت برودوي اخر، لانني شريت هذا كامل، غير هو يعني اللي كنسمع ان هذا فينيش هو احسن واحد، فما عرفتش الا كان شي واحد عنده هذا بيم ديال بيم يقول لنا في الكومونتير، الله يخليكم. ولكن هذا راه ما كيعنيش انها هي ما مزياناش، هذه فيها حاجه صغيره وحده ماشي الاخر كلشي واعر. وهذا الشيء هذا يعني الا انا كنقارنها مثلا مع ويربول راه ب 5000 درهم ولا 6000 درهم، فاصلا هذه المقارنه راه ماشي منطقيه انني نقارن حاجه ب 2000 درهم مع حاجه ب 6000 درهم. اكيد 6000 درهم تكون حسن، ولكن مجرد ما انني وصلت لمرحله نقارن ما بيناتهم وجات غير حاجه وحده اللي كاين اختلاف، هذيك يعني هذا ديال بيم راها واعره. وبالنسبه للناس يقول لك لا ماشي مشكل يزيد واحد 500 درهم وشري واحده اخرى احسن منها، راه من تقريبا حتى 3500 درهم كاع هادو
من 3500 درهم لتحت راه كلهم فئه اقتصاديه، يعني كلهم بحال بحال الا ما كانوش اصلا من نفس المصنع، راه كاين شي وحدين تقريبا من نفس المصنع، هي الاسماء اللي مختلفين. فبالتالي راه كلهم تحلوهم مثلا في مرجان غتلقاهم كلهم كيتشابهوا، باختلاف انه الا حليتي ديال سامسونج كتلقاي فيها بزاف الحاجات مختلفه والكاليتي ديالها مختلفه. وبالنسبه لواحد الحاجات كاينين في داك الاقتصاديين مختلفه على هذه، هي ديال الدومي شارج. هذه واخا كتبين فيها الدومي شارج ولكن راه ماشي صحيحه. يعني مثلا الا حطيت انا الماء الفوق حطيت الماء لتحت وخرجوا يعني كلهم مغسولين، فكاين شي وحدين تيقول لك لا راه الدومي شارج كتقصد بها غير الماء وداكشي. ما كنظنش هذه هو الحقيقه، لانها اصلا كاين هذيك ايكو هي اللي كتقتصد على الماء. الدومي شارج عند معنيتها انها غتهزي نصف الحموله، فبالتالي ما كايناش هذه القضيه هنايا. ولكن كاينين في وحدين اخرين وتا هما اقتصاديين. دابا نمروا كيفاش نحافظوا عليها. اول حاجه كيفاش نحافظوا عليها هي من الاول نصايبوا داكشي مقاد. مثلا هذوك الروبينيات وهذوك التيويات نصايبوهم مقادين، التيو يكون طالع حتى الفوق وهابط. اخر حاجه هو القادوس باش الماء ما يبقاش يهبرج عليكم وتولي كتخنز. ثاني حاجه هذيك الملحه والملمع وكلشي وداكشي اللي خاصنا نديروه قبل الاستعمال الاول نديروهم مقادين، ماشي نجيو نخدموها وهي ما مصايباش. ونصايبوا لها عسر الماء في الاول، كلشي يتقاد ليها كلشي مزيان. انا نحط لكم الفيديو في الوصف ديال الفيديو هذا وفيه كل شيء قبل الاستعمال. تاني حاجه باش نحافظوا عليها هي التنظيف. دابا التنظيف بزاف ديال الناس تيقول له بزاف ديال الفيديوهات كيقول لك انه خاصك تنظف بالخل، كدير هذيك دوره ديال الخل. هذيك دوره ديال الخل ماشي صحيحه، او لا ماشي صحيحه 100%. الصحيح اللي فيها هو انه كاينين شي غسالات تيكونوا كاتبين فيهم في الكتاب ديالهم دوره الخل، فهم مصايبين على داك الاساس انهم دار فيهم دوره الخل. ما عرفاش شكون هما هاد الغسالات، كاين البعض كيقول لك راه مكتوبه. انا بالنسبه لنا كنهضروا على ديال البيم ما مكتوبش فيها. مكتوب فيها غادي دير هذاك الصابون اللي عندك ديك الكبسوله غادي ديرها هو الدور على 70 درجه، او لا غدير هذاك البرودوي اللي شاركت معكم. او شحال من واحد عاوتاني كيبقى يغسلها بزاف، ما كاين حتى شي داعي انك تغسلها. المهم هو انك دير هذاك البرودوي. واهم حاجه خاصها تغسل كل مره خدمتي فيها هي الفلتر. شحال من واحد ما كينتبهش للقضيه وما كيردش لها البال، تيقول لك لا راه الفلتر تخدموا تغسلوه من مره في السيمانه ولا مره في 2 سيمانات. راه ماشي منطقيه انك تغسل الفلتر تخليه بعد حتى نهار، ماشي منطقيه. راه بحال الا عندك حوض هذاك القادوس حاشاكم فيه الزبل وفيه الاوساخ وفيه الدهون وفيه كل شيء، وكتكب عليه الماء وكيتغسل به نفس الماعن. لان الماكينه كيفاش كتخدم، كتشد الماء كترشو على الماعن في الاول، كتذوب هذاك الصابون، كتشد هذاك الماء كله كتخرجه من الفلتر، كتجيبو عاوتاني في الرشاشه وكترشو على الماعن، عاوتاني كيدخل من الفلتر، عاوتاني كتبقى ترشو وشويه عاد من بعد فاش كتسالي عاد كتكب الماء ديال التشلال. على هي كتحافظ على الماء. فتخيلوا هاد الطريقه هذه وهذيك الاسبال كيدوزوا عاوتاني على الماعن، فراه ماشي منطقيه وماشي صحيه. وحتى هذيك اللعيبه اللي تحت من الفلتر حتى هي، وحتى ديك البلاصه تما كتلقاو فيها شويه ديال الاسبال حتى هي خصكم تغسلوها. انتبهوا ليديكم. وهذوك الرشاشات مره في الشهر كاع تغسلهم هكا، كيكون لاصق فيهم شي روز ولا شي حاجه كتكون مسدهم، من احسن تغسلوهم. وديروا هذا البرودوي هذا بهذه الطريقه كتكون الماكينه ديالكم ديما نقيه، وفي نفس الوقت ما كيبقاش فيها لا اوساخ لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للمشكل ديال اللي كيتضبب الماعن ولا كيوليو بيض ولا فيهم الزروقه ولا، فالحل ديالهم بسيط، هو نقادوا المستوى ديال الملمع وما نستخدموش الخل، نستخدموا الملمع. وراه غنحط لكم الفيديو ديال طريقه تقادوا المستوى وفي نفس الوقت الشرح الفرق بين الخل والملمع. ما بغيتش نبقى نعاود مثلا فيديو حاطه فيه حاجه نعاود لكم فيديو فيه نفس الحاجه باش ما يكونش تكرار. والا بغيتو نجمع لكم كلشي في فيديو واحد باش يجيكم سهل نقولوها ليا ان شاء الله نديرها. فالخلاصه على هذه الماكينه الصراحه الله يعمرها دار، يعني تشريوها بعينيكم مغمضين. يعني انا كنصح بها، انا صراحه نصحت بها الام ديالي وصراحه زوينه وكتستاهل. اصلا الماكينه الماعن كلها عموما اي ماكينه شريتي راه كتستاهل، كتهز عليك بزاف ديال الحاجات. يعني بزاف الناس يقولوا لا ما عندها حتى شي معنى وما كتخرجش الماعن مزيان ولا ما نرتاح حتى نحك بيدي. صراحه هذا الشيء هذا ما بقاش عنده حتى شي معنى. اصلا هي راه فيها 70 درجه راه كتعقم، يعني راه هي صحيه اكثر. زائد ما عندها حتى شي معنى تضرب تماره على وديت باش واش واحد يقول لك راك حادك ولا شي حاجه. فانا بالنسبه لي حتى شي حاجه ديال الالومنيوم، مثلا واحد الكوكوط عندي ديال الالومنيوم تندخلها ليها واخا راه كتكحل واحد شويه صافي، من مورا واحد المده راه كتحك لها كاس صابون ولا شي حاجه بالحلفه راه كتحيد. فهذيك كلمه حادقه راهي مخدر كيتخدروا به العيالات وكيبقاو يرهقوا راسهم وكيفنيو صحتهم، وفي الاخير كتلقى اكثريه اللي في السبيطارات هما العيالات. علاش؟ حيت واقفين في الكوزينه ما تيكونوش حتى خدامات اللي نقولوا راه ستريس ديال الخدمه ولا شي حاجه، غير الكوزينه هي اللي كتفني ليهم عمرهم. وكتمنى الفيديو يكون مناسب لكم ويكون مفيد.